مساء الخير يا حبايبي، مساء الهنا عليكم وعليا انا اختكم هناء بتمسي عليكم وبتقول لكم عندي حدوته صغننه. فاكرين تمثيليه لن اعيش في جلباب ابي بتاعت رحمه الله عليه نور الشريف؟ بنتي رحمه هي نفس الحدوته. هي مش عايزه تتعلم حاجه مني، هي مصممه ان هي لها نظامها لوحدها، هي وصاحبتها. اي نعم، بقالهم 3 4 ساعات يتصلوا ببعض ومشاورات ومحادثات عشان يعملوا الحكايه دي، بس بجد اي نعم انا كنت مختلفه معاهم، بس بجد طلعت جميله، والله جميله. وانتوا عارفيني لما اقول لكم الحاجه جميله جميله. انا واحده من الناس ما برضاش ادخل في الحدوته دي، مش عشان حاجه، بقول ايه، في ناس تانية غيري يعني شطار وبيعرفوا فيها، فمش لازم انا يعني ابقى في الكيكات. تخيلوا طلعت الناس التانية مين؟ رحمه بنتي. طبعا انا نفسي اطلع لكم قطعه اهي، ما شاء الله ما شاء الله. هي لسه طبعا برضو سخنه، بصوا جميلة جميلة بجد، والله بجد إن شاء الله إن شاء الله هتبقى جميل. ما أنا لازم أقول جميلة لا، برضه، هي جميلة والله. بس هي جميلة. يا رب رحمة تبقى أحسن مني، وسهيلة صاحبتها اللي قالت لها في الصوص من التليفون جوه على الطريقة جميلة قوي. تبقى أحسن مني. وقد إيه أنتوا بتبقوا سعداء أما بتلاقوا حد ما شاء الله بيتفوق عليكم. ان شاء الله. إن شاء الله يا رب عيالكم تفرحوا بيهم دايما. ابو المدير. مع السلامة حبايبي، ربنا يسعدكم.